السلام عليكم. شوية بسبوسة يستاهلوا بقكم بصراحة، حلوة جدا جدا. طالعة لونها وقوامها نفس الجاهزة بالظبط، وطعمها فعلا مرملة ما شاء الله وطرية، ولونها ممتاز جدا جدا. هتعملوها بجد بكل سهولة ان شاء الله، مش هتلاقوا فيها اي تعقيد ولا اي مشاكل، وهتلاقوها جميلة جدا. فعلا مش هتشتروها ان شاء الله جاهزة خالص من بره، اوفر كتير وارخص. ونشوف ازاي عملناها. بسم الله. عندي هنا كوباية الا ربع من السكر. طبعا النار بتاعتنا تكون هادية. هنحطها في حلة وهنسيبها لغاية لما يبدأ السكر بتاعنا يبقى يسيح عامة او يسيل. وهنا ما نقلبش في المرحلة دي، نستنى شوية لغاية لما يبدأ خلاص كده بدأ ان هو فعلا يبقى سايل معانا وبدأ ياخد لون خفيف. هنبدأ نقلب السكر كويس لغاية لما يدوب كله. طبعا يعني ايدكوا فيه على طول، لان يعني فرق بس خالص بين انه يبقى كراميل حلو او يبقى محروق، فخلوا بالكم منه كويس. ونقلبه، واول ما السكر خلاص يدوب وياخد اللون الجميل ده هننزل على طول ب5 معالق من السمنة. اي نوع سمنة عندك، دي كان خليط عندي من بلدي ونباتي. وممكن نحط 6 معالق، بس انا حبيت اقلل شوية الدهون. وندوب السمنة كويس جدا مع الكراميل. وبعد كده هنزل عليه على طول بكوباية حليب. طبعا الحليب الكامل الدسم بيبقى احلى كتير جدا فيها. وبالراحة خالص في المرحلة دي على ايدك، عشان البخار اللي بيطلع بيبقى عالي جدا جدا. فبالراحة جدا وما تستعجليش وما تعليش النار برضو، وخليكي وراها حبة حبة لغاية لما الكراميل يدوب. وبعد ما يدوب هننزل عليه بمعلقتين من عسل الجلوكوز. بصراحة بيديلها طعم جميل جدا. وانا عندي الراجل مديهوني لونه اصفر مش ابيض، بس قال ان ده نوع كويس فجبته، وان شاء الله فعلا طعمها كان حلو. ندوبه كويس وهنسيبه يهدى، يبقى يدوبك دافي. والصينية بتاعتي هنا مقاس 30، بطنتها بطبقة من السمنة. هنا يدوبك الخليط بتاعنا يعني فاتر. هننزل عليه ب3 كوبايات من السميد الخشن ده، بيجي من عند العطار. وحتى عسل الجلوكوز برضو بيجي من عند العطار او من عند مستلزمات الحلويات. وهنحط 1.5 معلقة من البيكنج باودر. ونقلب السميد، مش هنقلبه كتير، يدوبك بس هنلفه مع الخليط. وممكن لو في المرحلة دي حسيتوا ان البسبوسة مفرولة شوية، ممكن تضيفوا بس معلقة حليب لغاية لما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، لا تبقى ناشفة ولا تبقى طرية قوي. وهفردها في الصينية. ولو الوش بتاعها معاكم كان مشقق، يدوبك تبلوا ايدكم كده بس بلة مية صغيرة، وتبططوها وتفردوها كويس لغاية لما يبقى الوش بتاعنا ناعم ومفرود كويس، تبقى كلها سوا واحد. طبعا الفرن هنشغله واحنا بادئين نشتغل، يعني بعد ما الخليط يبقى فاتر شوية هنبدأ نشغل الفرن على درجة 200 وهنسيبه يسخن. وكده خلاص البسبوسة هنحطها، مبتاخدش وقت كتير. وبعد ما نحطها هنعمل الشربات. حطيت هنا كوبايتين سكر عليهم كوبايتين من المية، وهنزل بشريحة ليمون يعني مش لازم نعصرها. ويدوبك اول ما الخليط يغلي على النار هنحط عليه برضو، هنضيف له 2 معلقة من عسل الجلوكوز، بيخلي القوام بتاعه احلى. وطعمه كمان مع البسبوسة بيبقى بصراحة غير لما نعملها من غيره. وكنت بحس دايما انها يعني عبارة عن بسبوسة عليها مية بسكر، لان طبعا السكر بتاعها ما بيقعدش او ما بيتقلش، فده بيديله فعلا قوام حلو. وهنسيبها ونهدي النار عليها 5 دقايق. وهنحط عليها بس رشة فانيليا صغيرة يديلها ريحة كويسة. ونقلب الفانيليا مع الشربات، وهننزل عليها على طول البسبوسة وهي سخنة بالشربات السخن. طبعا البسبوسة كل ما تشرب شرباتها بسرعة معناها انها ناجحة وكويسة ومسمعها حلوة. لكن لو الشربات فضل واقف عليها فمعناها انها مكتومة من جواها. زي ما انتم شايفينها كده ان شرباتها بتشرب بسرعة، فعلا كانت ناجحة وممتازة جدا جدا. يعني ضيفوا الشربات كده على مرحلتين لغاية لما تتشربوا حبة حبة. وهنسيبها تهدى. وبعد ما تهدى هنبدأ ان احنا نقطعها. طبعا الفرن هنحط الصينية في الرف الأوسط، ومش هنشغل الشواية إلا لما تتحمر من تحت. لو انت فرنك محمرهاش كلها على بعضها فهتحمريها من تحت الأول، وبعدين هتشغلي الشواية من فوق.
انا هنا شغلت الفرن من تحت بس ظبطها وخلاها كلها مظبوطة ولونها كان ممتاز وواحد مفيش فيه مشاكل. فتابع الفرن اللي عندك اشتغلي بيه. وهنا البسبوسة ما شاء الله متماسكة رغم ان انا محطهاش في التلاجة ولا حاجة، وفعلا قوامها كان ممتاز جدا وطرية وفعلا مرملة نفس الجاهزة بالظبط. يعني اتمنى بجد ان انتوا فعلا تعملوها في البيت، ما تشتروهاش جاهزة، اوفر كتير جدا وانضف. واعملي الحاجة في بيتك وبايدك ان شاء الله هتملي بيتك كله بركة. واتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اشتراككم معايا في القناة وتفعيل الجرس للكل، وتعملوا لايك جميل للفيديو. ودمتم جميعا في امان الله، مع السلامة.